كان في راجل عجوز عايش في عالم كله مربعات. بالنسبة له أي حاجة لازم تبقى مربعة ومنظمة. لو شاف بطاطس مدورة كان يحطها في ماكينة ويضغطها لحد ما تبقى مربعة. حتى وهو نايم كان يظبط مناخيره على شكل مربع. في يوم من الأيام كائن فضائي صغير ومدور جه المزرعة وحاول يصاحبه. الراجل العجوز ما كانش مبسوط لأن الحاجات المدورة كانت بتضايقه، ومع كده الكائن الفضائي ما كانش بيبعد. كل ما الراجل يحاول يرتاح الكائن يطلع له ويزعجه، وحتى في الحمام كان بيظهر له. في الآخر الراجل استخدم الماكينة وخلى الكائن الفضائي مربع زيه. بعد شوية وهو بيشتغل في الأرض لقى زهرة صغيرة مربعة طالعة من التربة، فرح بيها وأخدها البيت بهدوء. ومع اهتمامه بيها الزهرة كبرت بسرعة. الكائن الفضائي غار منها وحاول يبوظها، فالراجل العجوز زعل وطرده بره. في نص الليل الراجل العجوز حس بحاجة تقيلة وقعت على دماغه. قام مفزوع ولقي إن الزهرة اتحولت لنبات ضخم وغريب. خاف وجري بره البيت، لكن النبات جري وراه وبلعه جوه النبات. الراجل العجوز كان تعبان جدا وحياته كانت في موقف صعب. في آخر لحظة الكائن الفضائي نط جوه النبات وساعده يطلع، واترمى بعيد وهو مرهق. لما الراجل شاف الكائن الفضائي تعبان حس بالندم، استخدم قنبلة وخلص على النبات الغريب. وفي النهاية فهم إن مش كل حاجة لازم تبقى مربعة، وابتدى يتقبل الأشكال المدورة في عالمه